301 صح كده؟ طب بعد ما الحمله الفرنسيه خرجت كانت في 3 بيتخانقوا مع بعض، مين؟ الانجليز، المماليك، العثمانيين. ال3 دول بيتخانقوا على مين يا هنا؟ على مين اللي ياخد مصر. تاني يبقى ال3 دول بيتخانقوا على مين؟ على مين اللي ياخد مصر. كم قوه بتتخانق؟ 3، انجليز، عثمانيين، مماليك. عايزين ياخدوا مين يا لنا؟ مصر. حلو قوي. طب عشان ياخدوا مصر يعملوا ايه؟ مصر لحد دلوقتي ولايه ايه؟ عثمانيه. ولايه مين؟ عثمانيه. فقال لي هنا ان الولي العثماني هيبدا يعين ولاه، بس الولاه دول هيفرضوا ضرائب على مين؟ على المصريين. يقوموا المصريين اخر ما يتخانقوا يعملوا ثوره الشعب المصري. امتى؟ في مارس 1804. خلي بالك من التاريخ ده كويس قوي. يبقى اهم ثوره اتعملت عند مين؟ ثوره الشعب المصري مارس 1804. هيعملوا الثوره دي ليه؟ بسبب فرض الضرائب والاتوات على الاهالي. الاتوات دي يعني بياخدوا منهم فلوس غصب عنهم. تاني، فرض الضرائب والاتوات على الاهالي. يبقى الثوره دي اتعملت ليه تاني؟ بسبب فرض الضرائب. هنا بقى تظهر شخصيه مين؟ محمد علي. طب حد يقول لي محمد علي ده جه ازاي؟ فاكر الحمله الفرنسيه لما جت في مصر والعثمانيين كانوا بيبعتوا الجيوش كذا مره ان هم عشان يطلعوا مين؟ طلعوا الفرنسيين من مصر. محمد علي ده كان من ضمن الجيش اللي جه فين؟ اللي جه لمصر من ايام لما كان بتيجي الجيوش عشان خاطر تطلع الحمله الفرنسيه. فمحمد علي لما جه ما طلعش تاني بقى، فضل فين؟ في مصر. محمد علي اصلا ايه؟ يوناني. محمد علي يوناني. حلو. لما خلاه في مصر عمل له شويه جيش كده وعايز يحافظ على الجيش بتاعه. عشان يحافظ على الجيش بتاعه ده يعمل ايه بقى؟ قال لك ده الثوره دي ممكن تضر جنودي. فهو خاف على الجنود بتوعه. يعمل ايه؟ فكر بفكره حلوه شويه. قال لك انا هعمل 4 حاجات. قال لك اول حاجه انا هدخل وسطهم وانضم للعلماء والمشايخ اللي عاملين الثوره، يعني ابقى واحد منهم. تمام؟ تاني حاجه هيقف جنب الاهالي اللي غضبانين ويقول لهم انتوا غضبانين ليه؟ عشان الضرايب. طب انا هبذل اقصى مجهودي عشان اشيل الضرايب دي. الراجل ده جدع قوي صح كده؟ واخر حاجه بقى يقول لهم ايه؟ انا عندي اقتراح حلو. في واحد مشهور في الوقت ده اسمه خورشيد باشا، ايه رايك نعينه؟ يبقى هو دخل وسطهم ولا ما دخلش؟ دخل. بقى واحد منهم ولا ما بقاش واحد منهم؟ بقى واحد منهم. يبقى كده هيضر جنوده؟ لا. يبقى تاني، محمد علي ايه موقفه من الثوره؟ عمل 4 حاجات. انضم، اختلط، تعهد واقترح. تاني، انضم، اختلط، تعهد واقترح. انضم لمين؟ للعلماء والمشايخ. اختلط مع مين؟ مع الاهالي الغضبانين او الساخطين. ثالث حاجه تعهد بايه؟ بانه يبذل قصارى جهده عشان يرفع الضرايب. اخر حاجه اقترح عليهم انهم يعينوا مين؟ خورشيد باشا. اي مشكله حد كده؟ طيب ايه النتيجه على كده؟ فعلا هيكسب ود وكسب عطف الناس، والناس كلها هتتعاطف معاه ويقولوا محمد علي ده راجل عادل ما بيظلمش حد. يبقى ايه النتيجه على الثوره؟ كسب ود محمد علي لمين؟ للمصريين، وقالوا ان هو عليه ايه؟ راجل عادل ما بيظلمش حد. يبدا هنا بقى يحصل يوم مهم. ايه اليوم المهم؟ 13 مايو 1805. استاذه سما بقى تنسي عيد ميلادك وتفتكري اليوم ده. تاني، 13 مايو 1805. ايه اللي هيحصل في اليوم ده؟ قال لي كل الشعب المصري هيتجمع علشان يروحوا حته اسمها دار المحكمه. دار المحكمه دي هيروحوها ليه؟ قال لي العلماء كلهم هيتجمعوا ونقباء الطوائف، يعني كل واحد صاحب صنعه كبيره هيتجمع ويروحوا دار المحكمه اللي هو يعتبر بيت القاضي يعني. وهيطلبوا ايه؟ هيطلبوا ان احنا عايزين نعزل خورشيد ونعين محمد علي. ما احنا شايفين ان محمد علي واحد مننا وراجل جدع قوي. فهم رايحين دلوقتي يعزلوا مين؟ خورشيد، ويعينوا مين؟ محمد علي. يبقى تاني اليوم اللي طالعين فيه يوم كام؟ 13 مايو 1805. ليه بقول لك يوم مهم؟ عشان لما اجي اسف اقول لك اذكر او دلل على ان 13 مايو 1805 يوم مهم، هتقول لي عشان ايه؟ كان اول مره الشعب هو اللي يختار يولي مين ويشيل مين. تاني، اهم يوم ليه؟ عشان ده اليوم الوحيد اللي اختاروا فيه انهم يولوا مين ويشيلوا مين. وهنا طالبين مين؟ عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. طب مين اللي المفروض يقول القرار بقى؟ السلطان العثماني هو اللي يدي فرمان. فرمان يعني ايه؟ امر بيطلع من السلطان العثماني ما فيش رجعه فيه، لازم يتنفذ. يبقى يعني ايه فرمان يا لانا؟ فرمان يعني امر من السلطان العثماني واجب التنفيذ، لازم يتنفذ. لحد هنا محمد علي كده ما تعينش. موقف السلطان العثماني هنا هيوافق وهيعمل فرمان. الفرمان هنا سنه 3 بقوله بالتاريخ. يعني لما اقول لك هعمل فرمان 1805، الفرمان بتاع 1805 يعني كان معمول ليه؟ اقول لك عشان السلطان العثماني عمله علشان هيعزل خورشيد باشا ويعين محمد علي. يبقى تاني لما اجي اقول ما النتائج يا لانا على الفرمان ده هتقولي ايه؟ تعيين محمد علي وعزل خورشيد. يبقى احنا هنعزل خورشيد ونعين محمد علي. فرمان مين يا سيف؟ 1805. في مشكله حد كده؟ ومحمد علي كده مسك حكم مين؟ حكم مصر. حلو. اول ما مسك حكم مصر
لا قدامه 3 مشاكل او 3 مصايب او 3 تحديات. مين المصيبه الاولى؟ بريطانيا. المصيبه الثانيه المماليك. المصيبه الثالثه الزعمه الشعبيه، مع ان الشعب ده اللي ايه من الاول؟ اللي معين، هو اللي اتجمع وراح دار المحكمه وقالوا احنا عايزين محمد علي. تمام كده؟ طب اول مشكله اللي هي عند بريطانيا، قال لي ان بريطانيا دي عايزه تشيل محمد علي. طب انت يا ستي كارهه محمد علي ليه؟ قالت لك عشان انا ليا مصالح اقتصاديه في المنطقه ومحمد ده مش هيعمل لي اللي انا عايزاه، مش هيجي سكه معايا. فتعمل ايه بقى؟ تقوم عايزه تشيل، تروح تكلم مين؟ السلطان العثماني وتقول له يا سلطان يا عثماني احنا عايزينك تشيل محمد علي. طب السلطان العثماني هيوافق ولا هيرفض؟ هيوافق، ويقول له مفيش مشكله هشيله عادي. تاني سنه منه، يعني هو اتعين 1805، بعدها بكام؟ سنه، يعني 1806. هتعمل ايه؟ بريطانيا هتكلم السلطان العثماني وتقول له شيل لنا محمد علي. عايزين يشيلوه ليه؟ عشان ليهم عايزين يطمنوا على المصالح اللي لهم في المنطقه، المصالح بتاعتهم ايه؟ اقتصاديه. طب حلو قوي، عشان يشيلوه هيعينوا مين مكانه؟ اقترحت بريطانيا انها تعين يا واحد مملوكي اسمه محمد بك الالفي، يا اما اي ولي عثماني. المهم انك تشيل مين؟ محمد علي. فهم مش عايزين يشيلوه من الحكم، لا هم عايزين ينقلوه، روح اتنقل في اي حكم تاني على اي حته تانيه ما عدا مين؟ مصر. فالفرمان اللي جاي هيبقى فرمان 1806. الفرمان ده بيقول ايه؟ ان احنا هننقل محمد علي لولايه سالونيك. اسمها ايه؟ سالونيك. سالونيك دي فين يا هنا؟ في مقدونيا. مقدونيا دي مين؟ بلاد اليونان. تاني، يبقى الفرمان رقم 2 اللي هو 1806، الفرمان ده بيقول ايه؟ نقل محمد علي لولايه سالونيك بمقدونيا. طب هل الفرمان ده هيتنفذ؟ لا. طب اللي مش هيخليه يتنفذ؟ ده انت قايله من شويه اي امر بيصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ. هقول لك هنا ان الشعب هيقف تاني مع مين؟ مع محمد علي، وهيقول له مستحيل ان هو يتنقل. وهنا النتيجه جنب وقوف الشعب جنب محمد علي هيكون النتيجه ان السلطان العثماني هيرجع في كلامه وهيرجع عن الفرمان بتاع 1806، وتبقى كده المحاوله بتاعت بريطانيا الاولى ايه؟ فشلت. يبقى محاوله بريطانيا الاولى في شيل محمد علي فشلت ولا نجحت؟ فشلت. طيب كده بريطانيا والسلطان العثماني هيبقوا بعلاقه كويسه مع بعض؟ لا، ده انا طلبت منك طلب وانت ما نفذتليش طلب. ما هو السلطان العثماني ما قدرش يشيل محمد علي، فبريطانيا هتقلب وشها على مين؟ على السلطان العثماني، تقوم تستغل قلب وشها دي وتبعت حمله جديده اسمها الحمله الانجليزيه. امتى؟ بعد دي بسنه، يعني كام يا هنا؟ 1807، وتسميها حمله فريزر او الحمله الانجليزيه. يبقى الحمله الانجليزيه هنا جايه بقياده مين؟ فريزر. انما الحمله الفرنسيه كانت 1798 بقياده نابليون، انما الحمله الانجليزيه 1807 بقياده فريزر. الحمله دي جايه عشان تعمل كام حاجه؟ 3. تحتل مصر وتشيل محمد علي وتعين الراجل اللي كان في دماغها اللي هو المملوكي محمد بك الالفي. تاني، هي جايه ليه؟ تحتل مصر وتشيل محمد علي وتعين محمد بك الالفي. طب هل الحمله دي هتنجح؟ لا، هتفشل. هتفشل ليه؟ عشان هم اول ما يدخلوا مصر اول ما يدخلوا اسكندريه هيعدوا منها عادي، لكن لما يجوا عند حته اسمها رشيد والحماد هيفشلوا. ليه يا سيف؟ عشان الناس بتوع رشيد والحماد وقفوا في وش مين؟ الحمله، وقفوا في وش الحمله وهزموا الحمله الانجليزيه. يبقى الحمله فريزر اتهزمت فين وفين؟ رشيد والحماد. اتهزمت فين؟ رشيد والحماد. لما اتهزمت وخلاص اتهزمت وهتطلع خلاص، جلاء الحمله هنا من مصر هيكون مقابل ايه؟ ان احنا نفك الاسرى اللي كانوا واخدينهم منهم المصريين. يعني المصريين لما هزموا الحمله الانجليزيه في الوقت ده خدوا منهم شويه اسرى. يعني ايه شويه اسرى؟ يعني شويه ناس ربطناهم بالحبال كده وحطيناهم عندنا رهينه. هتطلعوا هنديكم الناس بتوعكم، مش هتطلعوا الناس بتوعكم معانا. فهيتم جلاء فعلا الحمله عن مين؟ عن مصر، مقابل ان احنا نسيب مين؟ الاسرى. وبكده محمد علي يجي يدخل اسكندريه يلاقيها زي الفل وما فيهاش اي حاجه، وبكده يبقى محمد علي دخل منتصرا من غير ما يعمل اي حاجه. هو راح لقى المصريين مخلصين على كله. يبقى حمله فريزر فشلت ولا نجحت؟ فشلت. بسبب ايه؟ وقوف المصريين في وشهم. طب فشلت فين؟ في رشيد والحماد. تمام كده؟ ويبقى كده بريطانيا في المحاولتين فشلت، وكده محمد علي خلص على بريطانيا وما بقاش في مشكله في بريطانيا تاني. طب نيجي لتاني مشكله، مشكله مين؟ المماليك. قال لك المماليك دول من يوم ما محمد علي ماسك حكم مصر هو شايف انهم عاملين قلق وفوضى، مش طايقهم. طب مش طايقهم ليه؟ قال لك علشان هم سبب القلق والفوضى في البلد. يبقى لما اجي اقول لك هو ليه محمد علي عايز يتخلص من المماليك؟ لان هو شايف انهم سبب القلق والفوضى، وعشان ينفرد بحكم مين؟ مصر. كل ده نفسه ان هو ينفرد بالحكم. عايز تنفرد بالحكم لوحدك؟ طب هتعمل ايه المماليك؟
قال لك انا هعمل لهم 3 حاجات. بعد ما كنت بعينهم في مراكز رفيعه ومراكز كبيره مش هعينهم. فاكر لما كنت بقول لك محمد بيك ابو الدهب شيخ البلد، يعني هم كانوا بياخدوا سلطات قبل كده، انا مش هعينهم، يعني مشيخه البلد دي انا هشيلها منهم. يبقى يتم ايه؟ عدم تعيينهم في مشيخه البلد او المناصب الرفيعه. تاني حاجه هيطاردهم في كل مكان يروحوه، انا وراكم لحد ما تمشوا. تالت حاجه بقى هيعمل لهم اقوى مذبحه وهي مذبحه القلعه اللي هو يدبحهم كلهم. مذبحه القلعه دي امتى؟ 1811. يبقى لما اجي اقول لك محمد علي بيتخلص من اي حد عشان هو عايز ينفرد بحكم مين؟ مصر. ينفرد بحكم مين؟ مصر. يتفضل لي مين بقى؟ الزعامه الشعبيه. ودول رغم ان هم كان ليهم الفضل في انهم يعينوه، لكن اتنادل معاهم في الاخر وايه؟ وتخلص منهم. اتنادل ليه بقى؟ عشان لما جم هم يعينوه اشترطوا عليه شرط، ايه الشرط ده؟ ان هم قالوا له ما تاخدش اي قرار غير لما ترجع لنا. تاني، ما تاخدش اي قرار غير لما ترجع لنا. فهو حاسس ان في حاجه ايه؟ حاجه حاكماه، مش عارف يتصرف براحته. يعني انت عايزني لما اجي اعمل مشروع في مصر هرجع لك انت؟ لا. فعندي هنا الزعامه الشعبيه كانت متمثله كلها في مين؟ في واحد اسمه عمر مكرم. اسمه ايه؟ عمر مكرم. مين عمر مكرم؟ نقيب الاشراف اللي كان فين؟ في ثوره ايه؟ حي بولاق ضد مين؟ كليبر. تمام؟ عمر مكرم ده كان في الزعامه الشعبيه. قال لك هنا محمد علي هيستغل اي مشكله تحصل ويدخل يشيل. ايه المشكله اللي هتحصل؟ في ناس من الشعب شايفين ان عمر مكرم ده حاجه كبيره قوي واحنا هنقف جنبك وان انت نقيب الاشراف فعلا. وناس ثانيه شايفين ان هو ما يستحقش ان هو يبقى نقيب الاشراف. فالانقسامات الشعبيه دي هيستغلها مين؟ محمد علي. ويدخل يعمل ايه؟ يعمل حاجتين في عمر مكرم. يعزله خالص ويخلعه من نقابه الاشراف، ما يبقاش نقيب اشراف تاني، وينفيه لحته اسمها دمياط. ينفيه يعني يحدد اقامته، يعني ما ينفعش تخرج تاني من دمياط طول ما انا على وش الدنيا. يبقى تاني نفى محمد علي عمر مكرم لفين؟ لدمياط. طب وشالوا من نقابه ايه؟ الاشراف. كل ده عشان يتخلص من ايه؟ منهم ويعمل يبقى ينفرد بالحكم دون وصايه، ما يبقاش حد واصي عليه. يبقى كده محمد علي اتخلص من مماليك في مذبحه القلعه عشان ينفرد بالحكم، وشايف ان هم وش قلق وايه؟ وفوضى. عايز يتخلص من الزعامه الشعبيه علشان شايف ان هو برده عايز ينفرد بالحكم دون وصايه اي حد يقول له اي قرار، هو اللي ياخد قراره من ايه؟ من نفسه، مش انت اللي هتقول لي اعمل ايه. يبقى دون وصايه دون اي رقابه. عايز يشيل مين؟ الزعامه الشعبيه. الزعامه الشعبيه كلها متمكنه في مين؟ عمر مكرم. في مشكله كده؟ اقفل يا باشا بقى.